رسمياً، تطبيق زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر عام 2025. إليك تفاصيل الزيادات وموعد الصرف في ظل تداول الكثير من الشائعات والتقارير الإعلامية التي أثارت تساؤلات متعددة. بادرت وزارة المالية الجزائرية بالإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة وتوضيح كافة النقاط المتعلقة بها، وسنقدم لكم كافة التفاصيل حول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2025، مع بيان موعد صرف هذه الزيادة والخطوات المتعلقة بالاستعلام عن الرواتب. تطبيق زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر. قدمت وزارة المالية الجزائرية توضيحاً رسمياً بشأن الأنباء التي تم تداولها حول رفع رواتب المتقاعدين، وأكدت أن هذه الزيادة ليست مجرد شائعة، بل هي خطوة حقيقية تم تنفيذها بالفعل. وبناء على القرار الحكومي الأخير، تم تطبيق زيادة في الرواتب الشهرية لجميع المتقاعدين، حيث تراوحت الزيادة بين 5% و10% حسب الفئة الوظيفية التي كان ينتمي إليها المتقاعد قبل أن يحصل على التقاعد. وتبدأ هذه الزيادة اعتباراً من الشهر الجاري، حيث سيتلقى المتقاعدون هذه الزيادة مع كل راتب شهري ميلادي، ما يشكل تحسيناً ملحوظاً في مستوى دخلهم ويعزز استقرارهم المالي بعد التقاعد. زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر. موعد صرف رواتب التقاعد بالزيادة الجديدة. كما أكدت وزارة المالية الجزائرية أن صرف رواتب المتقاعدين لعام 2025 بالزيادة الجديدة بدأ فعلياً من الشهر الحالي، وستصرف الزيادة مع كل راتب شهري ميلادي في تواريخ محددة، لتضمن الحكومة للمتقاعدين الحصول على مستحقاتهم بشكل دوري ومنظم. يهدف هذا التعديل إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين والحرص على توفير حياة مستقرة لهم، خصوصاً بعد انتهاء فترة عملهم. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر. تسعى الحكومة الجزائرية إلى تسهيل الإجراءات على المتقاعدين فيما يتعلق بالحصول على معلومات دقيقة حول رواتبهم، ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية. يبدأ المتقاعد بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب. يجب على المتقاعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. اختيار قسم الخدمات. بعد تسجيل الدخول يجب الضغط على قسم الخدمات في القائمة الرئيسية. اختيار الاستعلام عن الرواتب. في صفحة الخدمات يمكن للمتقاعد اختيار أيقونة الاستعلام عن الرواتب. إدخال البيانات المطلوبة. على المتقاعد إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة للتأكد من صحة البيانات، مثل الرقم الوطني أو الرقم التأميني. الضغط على استعلام. بعد إدخال البيانات يقوم المتقاعد بالضغط على أيقونة استعلام لعرض تفاصيل الراتب. عرض المعلومات. بعد فترة قصيرة سيتمكن المتقاعد من الاطلاع على كافة تفاصيل راتبه التقاعدي، بما في ذلك قيمة الزيادة الجديدة.